انا بغيت نبدا بالمنتخب الوطني المغربي النسوي اللي دار واحد لوبيراسيون جميله جدا في ندوله في زامبيا، حقق الانتصار 2-1. صراحه اش غنقول لك، من غير الانتصار تفاجأتي؟ ماشي تفاجأت، عجبني الحال ما خلاوش ذاك العنصر ديال يعني تجي هنايا وعاد تسنى ويكون مالغري بانه باقي ماتش ملعوب. باقي الهضره باقي ماتش ملعوب. انت كيف شفتي دوك الماتش؟ انا باش ما نكذبش على الناس، شفت الماتش؟ لا باش ما نكذبش ما شفتوش. انا نلخص لك ابرز الحوايج اللي كانوا في الماتش واللي خديت انايا. بدايه بعد انتصار ب2-1 خارج الميدان، واخا هذيك القضيه ديال مشيت قلبت على شي حاجه مكتوبه في لو ريغلومون لا في الكاف لا في لا فيفا، ما لقيتش ما يفيد على انه ما كاينش احتساب الهدف خارج الميدان، ولكن نمشي على اساس انها سيت اون كومبيتيسيون هذه تابعه للفيفا، ان الهدف خارج الميدان ما كاينش، يعني نعتبروا ان هذا الهدف خارج الميدان ما كاينش، وان حتى في حاله الا كانت لا قدر الله في مباراه الاياب 2-1 راه هي غير تعادل. نمشيو بهذا المنطق. انتصار جميل ما كاينش ديك 1-0 وداك الشيء ما كايناش كاع. انا كنسمعها كتقال، ولكن انا التاكيد من عندي ما لقيتش باش ما نكذبش على الناس. انتصار في زامبيا مهم جدا على حساب واحد المنتخب اللي ما ساهلش، واحد المنتخب جميل. الطريقه باش لعبوا البنات ما غاديش نقول لك راه كان ماتش كبير ولعبوا فيه الكره، لعبوا باش يجيبوا لعبوا باش الحد من الخطوره ديال الزامبيات، ثم استغلال داك الفرص اللي غادي وجاو فرص فخر الدين. خلاو مساحات المنتخب الزامبي، خلاو المساحات، كان باغي يسجل مع سوء التحكيم. هادشي اللي عجبني انا اكثر، لان واحد بيلانتي عطاتو للزامبيات ما عرفتش انا الحكم فين شافته بيلانتي وما كاينش فار، ما عندكش كيفاش غادي علاش موني عاوتاني من وصول هذه الحاله هذه. شوف هادشي اللي كاين. لا منير لا، هادشي اللي كاين، مباراه مهمه وملعوب فيها لي جوز اولمبيك وما كاينش فار. علاش ما نديرش الفار؟ علاش منير؟ علاش؟ واش هاد العناصر ولا هاد الناس المسؤولين اللي في الكاف واش ما عندهمش غير صاحبي ما يحطوش شويه؟ ملي كنشوف انا في الجهه الاخرى تشامبيونز ليغ ونشوف انا ديال العنصر النسوي كيفاش كتخاد، علاش حنايا وهنا الشامبيونز ليغ ديال الذكور وما عندكش الفار؟ لا انت مباراه مهمه منير، هذه مؤهله للالعاب الاولمبيه، ماشي شي حاجه اللي هي سهله، ما فيها باس ندير الفار. ايوا هادشي علاش كنقول الاهميه ديال الانتصار، حيت في وسط هاد سجلوا الزامبيات واحد الهدف، ولكن لغاتو الحكمه بحكم قالت بانه راه كاين تسلل، حتى هو فيه نقاش. عندنا الزهر انه تلغى هذاك الهدف، سجلوا هدف تعادل المنتخب الزامبي، ولكن اللاعبات ديالنا حنا ضيعوا شي فرص اللي كنت كنقول لا قدر الله راه تقدر تندم عليهم في الماتش الوتور هذوك دي فاس فخر الدين، ماشي تفليه، عرفت دي فاس لا من ابتسام الجريدي في بروميير ميطون ولا من ايمان سعود في دوزيام ميطون. ايوا سيدي حتى في الوقت اللي كيستعدوا الناس صافي غيسالي الماتش يدوزوا لفطورهم مقرب يودي المغرب، واحد الكونتر اتاك ايمان سعود روزيلا عيان هدف 2-1 مباشره موراها سفلات الحكمه. والظروف المناخيه اللي تلعبت فيها المباراه كان صبات الشتاء سبحان الله، الاستوائي، واللاعبات الزامبيات فيزيكمون صحاح لا نقاش، واللاعبات ديالنا كان تفوق ديال المنتخب الزامبي. نتمناو منير دابا غير اللي كاين جهه، انا غير نلخص لك الظروف كلها اللي دارت فيها المباراه، ولكن كتبقى دائما المباراه ديال الاياب اللي غادي تكون حتى هي غادي تكون صعيبه هنا فيما تلعبت هي الدار البيضاء، هي الرباط ملعب امير بن الحسن. انا كنظن بانها تكون صعيبه، سيرتو في ذاك الملعب الصغير كيخلعني انا شويه ومجموع، فهمتيني؟ سيرتو اللي كان مزيان. بيان سير الظروف كلها مزيانه دابا. اللي كنتمنى ان شاء الله هو اللاعبات يبقاو دائما يكونوا مركزين وهذيك النتيجه ينساوها. انا اللغه اللي كيهضر بها المدربين اللي هما عندهم تجربه، اول حاجه تيقولوا لا الذكور ولا النساء، ديما كتنسى ديك النتيجه ديال سميتو ديرها بحال الشوط الاول. بيان سير واخا انت منتصر، الا خديتها منير كانتصار على انها تكون مباراه سهله غتكون غلط. هذا هو المشكل. حنا نتمنوا ان شاء الله التاهل ان شاء الله والحضور في الاولمبياد. فنتمنى من اللاعبات ما ياثرش عليهم هذه الايامات بعدا ديال رمضان والسفر، عاوتاني نعيا وما نبغيو نكالميو بعضياتنا. كاين تعب ديال السفر لانه في شهر رمضان، وكيف قلنا البارح لافونتاج راه عند الزامبيات قبل اجراء هذه المباراه غيديروا رحله وحده حنا جوج. فنتمناو من هنا لنهار 3 ان شاء الله يكونوا في المستوى، لان حتى المنتخب الزامبي راه نهار 3 هو غيكون غيلقى تيران زوين، جو زوين، غيلقى كلشي يا منير، غيلقى كلشي، الظروف كلها زوينه عنده مواتيه. هذا هو اللي كاين، ولكن خطوه واحده على الالعاب الاولمبيه ان شاء الله يكون خير. مره اخرى تحيه للمنتخب الوطني. عجبني الروح باش لعبوا البنات،
داك الشيء ديال واحد الوقت ما كاينش داك الشيء ديال غنلعبوا الكره غنخرجوا، لا. لدرجه دوك النجمتين اللي تكلمنا عليهم البارح، باربارا باندا والاخرى شاندا، كانت عندنا واحد الحراسه لاصقه في الدين، كانت واحد النديه، كان داك الشيء ديال المضاربه من جميع اللاعبات، باش ما نستثنيو حتى شي وحده. فهنيئا لهن، وان شاء الله يكونفيرميو في المباراه ديال الاياب بحول الله نهار 3 بمركب الامير مولاي الحسن بالرباط. زكريا فتحي قال لك تحياتي لكم، برافو لبؤات الاطلس، ما كان لا حراره لا رطوبه اللي تشكاو منها الرجال، حيت ما كانش لا حراره لا رطوبه. راه كانت الشتاء صاحبي، كانت الشتاء استوائيه عاديه يمكن كانوا يتشكاو من التيران اللي كانت ثقيل واحد الوقت، اللي كانت ثقيله. انا نتمنى ما تلعبش عليهم فيزيكمون، لان داروا مجهود كبير اليوم. والزامبيات هما واحد السرعه يا اخي داك الشيء. سي منير، هذه الاستثمارات الكبيره في ميدان كره القدم الوطنيه في البنيه التحتيه في السنوات الماضيه، اللي هي مرتبطه بمنظومه مهيكله، مرتبطه فقط بشخص القجع وستزول بعد حين؟ هذا سؤال مهم جدا، ولكن ما بغيناش، راه ما كيطرحوش. بغينا الاستمراريه، خص يكون هذا مشروع ديال الدوله. بيان سور، ماشي ديال واحد، ماشي ديال واحد، ديال الدوله، ما كذبتيش، ديال الدوله، ديال ناس مهتمين، ناس ذوي الاختصاص، كل شيء معني بالامر. وخص يعرف هذه القضيه. احنا كشعب، كالمواطن، حتى هو عنده مسؤوليه في هذا الشيء. وهنا غنسولك واحد السؤال، شي حاجه اللي عايشتيها انت في الاداره التقنيه وديما كتشهد بها، قلتي على مستوى الفوتبول فيمينا وعلى مستوى الفوتسال، انت كتشهد ان القجع كان نازل خاصيا داك الشيء، كان كيزيد. السؤال واش شي واحد اخر مثلا من غير فوز القجع غيلقى مثلا هذا الفوتسال والفوت فيمينا نفس الاهتمام مثلا؟ ايوا دابا اللي كتهضر لي انت، وحنا دائما كنقولوها، الناس كتمشي وكتجي ناس اخرى، ولكن المشكل اللي كاين هو استمراريه. كناخذ هذاك الفلامبو منير وكنهزو كنبقى غادي به، غير هو اللي كاين. حنا حبذا لما نبغي انا نجي عاوتاني واحد اخر، اش غادي ندير؟ بما انه كان واحد الاقلاع بالنسبه للفوت، الكره النسويه نكمل والفوتسال، لا باش نشوف شنو هما لي زوتر سبور، ولا كنقولوا انا لي زوتر ديسيبلين اللي ما كاينينش. شنو هما لي ديسيبلين اللي حنا ما كنا فيهم واحد الوقيته مزيانين وما بقيناش. غادي نركز على القضيه. ضربت انا عاوتاني نجيب نقول نورك ونقول خاص الباسكيت يرجع للمكانه ديالو. انت مشيتي للرياضات كلها، واش كنقول لك دابا انايا بقيتها في الفوت؟ لا منير، لا. شوف، حنا نضنا وحنا نشوفوا الكره النسويه كتجتهد دابا وكتحقق نتائج. المنتخبات ما كندويش على ثم الفوتسال. المنتخبات راه كاين شكل، والله يخلف على الجيش الملكي. ولكن دابا اللي غادي يكون صعيب عليك، وهذا السيد اللي غادي يجي ولا هذا، هو انا نقولها راه الاستمراريه. وحتى البطوله ديالك فين هي؟ حيت غدا هذا المنتخب هذا راه ذكرتيه لي البارح، عنده واحد عدد كبير ديال اللاعبات غادي يقدروا يساليو المشوار ديالهم، لان كل بدايه عندها نهايه، بغيتي ولا كرهتي. هذه هي الحياه. ولكن خصني نشوف انايا لا كونتينيتي. ثم الحاجه اللي بغيت نركز لك عليها، راه خاصنا نجتهدوا نشوفوا السبور ديالنا عنده اقلاع في جميع المسائل. ما تنساش واحد القضيه، راه جميع الرياضات في واحد الوقت من الاوقات اللي كنشوفها اللي كانت الوقت ضعيفه بزاف، وحتى الماده ما كانش، كنا كنلقاو الواتر بولو. ودابا وفخر الدين، راه الرياضات اللي وصلت كاع العالميه راك مهدد هذا العام، انا كما تشوف والو في الالعاب الاولمبيه. وراه هي ما بقيتش، انا هي اللي ضراني في شويه في سميتو، ملي كنشوف انا التوهج ديال الهوند وديال الباسكيت واحد الوقيته، ديال الفولي وديال هذا، نبغي نشوف التنس. دابا المشكله الى شوف، النهار اللي غادي نجلسوا وكل واحد فينا يركز على واحد هذا ونحاولوا نجتهدوا ونوصلوا هذه الرياضات، راه غادي نوصلوا. مستحيل افخرتي. لا بلاتي، راه حتى بلاتي انا حضرت السي فوزي ملي كان كيجي الاجتماعات اكثر من مره، كان كيتكلم على هذا، وهو الحمد لله بقى كيضغط وبقى احنا الحمد لله غادي تحسب للفوتبول فيمينا والفوتسال. ولكن بلاتي، شوف شهاده هذه، انا ما كنكذبش، انا ما حتى واحد ما كيعطيني شي حاجه، تنشوف هذاك الشيء اللي عشته واللي سمعته. كان كيقول بانه ما عاجبين، ما تلفظ بشي الفاظ خايبه كاع على حساب قضيه الفوتبول فيني، ما كانش عاجبو نهائيا داك الشيء اللي كان كيدور، حيت ما كانش كانت العشوائيه وكان هذا، وقدر الحمد لله. اما انا مازال الفوتسال نقول لا كونتينيتي من بعد ما كان ديجا سميتو دقيق بحال هكا، ولكن بدون امكانيات. انا وفرت لك. منين شفتو انا ما بقاش عندي، اش بقاني عندي مدرب
وعندي الماده الخام اللي هي اللعاب، اش درت؟ عطيته عطيت الامكانيات. الامكانيات صافي، هادشي اللي كاين. راه حيت شي حوايج داروا عاوتاني حتى دابا ماشي ساهل. راه ماشي ساهل انت فئات ملاعب على والو لا، وكنخلق لك فئات باش تلعبوا. فوالا داكشي اللي كاين. راه يقدر يجي شي رئيس اخر يقول لك انا ما خصنيش انا هادشي. ما كرهناش منير دابا نشوفوا لي ديسيبلين الاخرين، لانه صراحه انا عشنا مع ما غتشوف والو خرج. عشنا مع، انا عرفت باش دابا انت ميؤوس، لان انت عرفتي علاش؟ انت عايش كتشوف هادشي لسبب واحد. عرفتي هاد الرياضات اللي هضرتي عليها الرؤساء ديالها راه كانوا فاش كانت كتقرا عليهم الرساله الملكيه في 2008 وباقيين دابا. اش غنتسنى انا مازال؟ سي فري، عندي ما نتسنى. راه الاسبوع اللي فات دازت واحد البطوله عالميه في واحد الرياضه اللي كان المغرب راه هو ما شارك فيها حتى واحد، بلا ما نقولها باش ما تقلقوش الناس ديال الاتليتيزم. سي فري، بطولة العالم في العدو الريفي. شاركنا في الشابات وفي يعني راه ما يمكنش ما يمكنش تبقى مربع يديك وجالس كتعيش على الاطلال. هي اللي مشكله حتى الاطلال كتذوب. ماشي كتذوب، انت كتبقى دائما كتقول انا البطل، انا دواز سكاح وعويطه ونوال وبطيب وبدوان وانت دوازتي، ولكن دابا عندي واحد ان سيرتان بقالي مسكين راه كيدير هذا غيسالي. لا راه دابا شوف، راه الا ما خدمتيش عرفت كيما تعرف. شوف بغيت ندير لك واحد المقارنه وتقول لي عاوتاني بعد مني تمشي ليه بز مني، حيت انا كنشوف هذوك الناس كيفاش كيخدموا منير. عاد كي دير، انا بغيت نشوف النموذج. منين بغيت ناخذ ديك النموذج انا من اللي احسن مني ولا اللي ضعف مني. وراه مع العلم ان في هاد لي ديسيبلين اللي كنهضروا عليهم هادوك اللي كانوا واخدين نموذج. ولكن بلاتي دابا انا الا بغيت نعطيك نموذج منين نعطيه لك؟ اللي احسن مني تمشي ليه، وخصني نعطي لك اللي احسن مني باش نستافد. مع الاسف اما داك اللي ضعف مني. والمرير عرفتي شنو هو؟ فذاك النهار اللي تلعبات هاد وما كان والو، خالد السكاح في لاباج اوفيسيال ديالو دار واحد ستوري فيه اللقطه ديال فاش توج هو في بطوله العالم في انفيرس. بارك هذيك لقطه بارك فيها ما فيها بدون تعليق. كلشي بدون تعليق. سي فري، بدون تعليق. سي فري. وشوف فين دخلتينا اللي سولنا. ذكر موقع كرة أنه علم من مصادر خاصة أن وليد ركراكي مدرب المنتخب المغربي مستاء من تردد ومماطلة نائل العناوي لاعب لانس بشأن تمثيل أسود الأطلس. وتبعت المصادر نائل العناوي رفض التواجد في معسكر منتخب المغرب الماضي بسبب ظروف شخصية. ونوهت والدة نائل العناوي تضغط على اللاعب من أجل تمثيل منتخب فرنسا، أما والده فيرفض ذلك ويصر على لعب ابنه مع الأسود. وشددت الركراكي تقابل منذ فترة مع نائل العناوي في فرنسا وتحدث معه حول أهمية تمثيله للأسود، لكن اللاعب ينتظر استدعاء فرنسا من أجل اللعب في أولمبياد باريس أو يورو 2024. ووضحت المصادر والد ركراكي غاضب بشدة من تردد العناوي ووضع مهلة لحسم قرار اللاعب.